شغل مهندس فممكن الحيطان بتطلع معايا مظبوط. ايوه بديها سكينتين بس وابدا اصنفر وادي السيلر والقط بعد كده. طب انا الحيطان عندي مش مظبوطه، ممكن اديها الثالثه واديها الرابعه كمان، دي على حسب الحيطان. زي ما قلنا في بند مثلا المحاره اتكلمنا فيه ان انا لو عامل محاره كويسه جدا هتريحني في بند الدهانات. هنا بقى الراحه انها وفرت معايا المعجون، ما خلتنيش استهلك 3 و4 سكاكين معجون، لا هتخلينا ادي سكينتين بس معجون. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا احنا في الفيديو ده احنا بنصور لكم مراحل الدهانات وطريقه عملها. البند ده مهم جدا جدا جدا، يعتبر هو الفينش النهائي للشقه. يعني اي شقه في الدنيا انت لما بتيجي تشوفها انت ما بتشوفش جميع المراحل اللي عدت قبل كده، انت بتشوف البند الاخير اللي هو بند الدهانات. واحنا طبعا اتكلمنا ان البند ده بيعتمد على بنود كتير جدا قبله، فمن البنود المهمه جدا اللي قبله بند المحاره. احنا دلوقتي هنشرح بالتفصيل بند الدهانات بالظبط، هنشرح طريقه عمايله، هنشرح الماتريالات بتاعه وايه استخدامها وايه لازمتها في البند ده بالظبط، وهنوري حضراتكم دلوقتي بالتفصيل. اهم حاجه يفرش الارضيه كويس قوي، اذا كان في خشب ولا في بلاطه ولا اي حاجه. عشان برضه نعمل بروتكشن كويس. لازم كله يكون على الحتت اللي هي الوزراء وعلى الخشب، المهم ما نخليش اي حاجه باينه خالص على الشغل، عشان لما نيجي نعمل سيلر ولا اي حاجه ما تتهزش. تمام. بعد كده نعمل السيلر بتاعنا. السيلر ده عباره عن ايه؟ السيلر ده بيبقى مقاوم للحيطه وبيبقى عازل كويس بين الحيطه بين المحاره وبين المعمول. تمام. يعني فايده السيلر ان هو عازل كويس، يعزل المحاره عن الحيطه. تمام. وتيجي تضرب عليه معجون بعد كده بيبقى تمام وبيرد معاك بيبقى كويس. يعني ابو احمد ببساطه كده اوضح لكم، عباره عن ان هي الماتيريال ده بيقفل مسام الاسمنت او المحاره، فيخلي ان الحيطه تقبل معجون. اديها سكينه اديها الثانيه تقبل، ما عملش فاصل ما بين المحاره وما بين المعجون، لان لو فصلت عندي الحيطان بتنطر المعجون اللي عليه فما بتقبلش المعجون، فلازم بند السيلر ده عشان يدي الفاصل. تمام. بعد كده مرحله المعجون بقى بنخش نضرب المعجون وش واثنين ايوه. يعني تعرف تقول لي ايه لازمه المعجون في الحيطان؟ المعجون هو اساس الحيطه، هو اساس الدهانات. من قبل المعجون، من غير البلاستيك او اي بلاستيك اذا كان بيلمع او نص لمعه او مطفي ما يمسكش على الحيطه خالص. تمام. طب انا بدي سكينه معجون في الاول. ايوه. تمام. ده في الحيطان. ايوه. وبعد كده بدي مثلا الثانيه. تمام. الحيطه مثلا محتاجه ثالثه، بدي كمان سكينه ثالثه كمان. مثلا مش اللي ماسكها مهندس، لو اللي ماسك الشغل مهندس فممكن الحيطان بتطلع معايا مظبوط. ايوه. بديها سكينتين بس وابدا اصنفر وادي السيلر والقط بعد كده. طب انا الحيطان عندي مش مظبوطه، ممكن اديها الثالثه واديها الرابعه كمان، دي على حسب الحيطان وعلى حسب المعجونه. يعني دي بتتوقف زي ما قلنا في بند مثلا المحاره اتكلمنا فيه ان انا لو عامل محاره كويسه جدا هتريحني في بند الدهانات. هنا بقى الراحه انها وفرت معايا المعجون، ما خلتنيش استهلك 3 و4 سكاكين معجون، لا هتخلينا ادي سكينتين بس معجون. كويس. ممكن تعمل بالسكينه الاولانيه تعملها ابيض عادي، السكينه الثانيه لازم تلونها عشان تبين القطعه قدامك. تمام. يبان قدامك المعجون اللي اتعمل ولا ما اتعملش. يعني الغرض من التلوين ان انا ببقى عارف كمان عدد السكاكين اللي اتخذت على الحيطه. ان انا مثلا بعمل اول سكينه بابي اللي هي المعجونه لونها العادي. طب تاني سكينه لازم الون المعجون. تمام. بعملها مثلا اصفر، بعملها اي لون عشان ابقى عارف. ثالث سكينه كذلك. تمام. طيب بعد بقى مراحل ما انا خلاص معجنت، سواء اديت 2 سواء اديت 3 سواء اديت 4، بقى بشتغل ازاي؟ عندنا عنصر الصنفره ده اساسي في الشغل. معلش هتوضح لنا كده. يعني دلوقتي الحيطان عندك كويسه صح؟ طيب انت شغال بصنفره نوعها ايه؟ صنفره 220 اللي هي يعني الوسط بين الشديده قوي وبين الناعمه قوي. طب امتى بستخدم ال 220 وانت استخدم مثلا ال 120؟ ال 120 استخدمها في حاله ان انا المحاره اللي عندي بعد ما عملت المعجون
المحاره مش كويسه وعملت معجون تقيل، لازم استخدم 120. تمام. يعني انا استخدمت معجون، ربيت معجون جامد، فلازم استخدم 120 عشان مع التربيه 120 بتشيل كل الريق والمعجون. حتى لو عملت 3 وشاش طالما المحاره وحشه فلازم اربيها يعني. وضح لنا كده بعد بند المعجون بتشتغل ازاي؟ بعد بند المعجون طبعا الحيطه هي زي ما انتم شايفين كده، بمسحها كويس قوي قوي بحته نظيفه، وبعد كده بعمل لها ايه وش صغر، مش وش ماشي. من اساسيات الصنفره ان هو لازم يكون في ايده اللمبه دي. اساسي دي عشان يعرف هو شغال ازاي. عشان تبدا كده ورينا كلام الصنفره ما تكونش يعني تحط ايدك بالظبط، لازم تلف الصنفره اللفه اللي هي اللي زي الرحايا كده، لان هي الصنفره اللي هي كده بتضيع كل حاجه، لكن دي بتدخل معجون في بعضه وتخليه ايه؟ هي الزجاج بس اللي بتاخد بالطول، لكن المعجون كله يتاخد كده زي الرحايا كده عشان كله يخش في بعضه، واي عالج ينزل، اي عالج مهما كان طالما التربيت ماشي كده بينزل. كده احنا بنبدا اهو نصنفر الحيطان زي ما حضراتكم شايفين. الهبو بتاع الصنفره بتاع المعجون بيبدا ينزل اهو. بستلم منه ازاي؟ بدخل استلم باللمبه دي شيء اساسي عند الاستلام. انا بدخل امشي على الحيطان جزء بعد طبعا ما بيقول لي ان انا خلصت الحيطان. طبعا في اماكن بتحتاج تلقيطات، بنلقطها ازاي؟ وامتى بنلقط الاماكن اللي انا بطلعها واقول لك ان الاماكن دي مش مظبوطه؟ عشان اعمل اي تلقيطه في الحيطه ابقى انا كده غلطان، لازم اعمل وش الصله بتاعي وبعد كده ابص على الحيطه تاني باللمبه. معلش احنا اتكلمنا ان وش الصله في البدايه على المحاره، تمام؟ لازمته ان هو بيقفل مسامات ويعمل طبقه لازقه كده ما بين المحاره وما بين المعجون. ده ماتيريال وده ماتيريال. طب انا هنا اديت معجون، لازمه الصله هنا يعني انا عشان اعمل بلاستيك على طول كل البلاستيك اللي عندي هيبوظ هيجي عليه تراب، حتى لو انا مسحت الحيطه كويس هيجي عليه تراب يعني. لكن لما اعمل الصله اولا هيغسل الحيطه، وفي نفس الوقت يعني هيبين لي اي حاجه ثانيه عايزه تتعمل. بعد كده اعمل وشين 2 3 بلاستيك مفيش اي مشكله. يعني كده اوضح لحضراتكم ايه لازمه السيلر في المرحله الثانيه. لازمه السيلر ايه؟ انا بعد ما صنفرت الحيطان بيبقى في عندي هبو كتير على الحيطه من الصنفره. طبعا ده الحيطه زي ما حضراتكم شايفين، احنا كل ما نمشي ايدينا على الحيطه اهي بتجيب هبو. طبعا انا مهما انضف الحيطان عمرها ما هيطلع الهبو ده منها 100%. اهميه واول ميزه للسيلر. تاني ميزه ان هو بيعمل ترابط ما بين المعجونه وما بين البلاستيك بتاعي. يعني انا بديله ماتيريال يمسك معايا البلاستيك في المعجون، يخليهم المراحل كلها بتاع الدهانات بتاعتي ديت او مراحل الحيطه من بدايه ما هي طوب بقت قطعه واحده. ما اجيش مثلا بايدي اخربش كده الاقي البلاستيك بيرجع معايا بسبب التراب، لان التراب يعني عازل في البلاستيك. تمام؟ دي مرحله السيلر. طبعا هنا بعد كده المفروض الخطوه اللي بعد كده ان انا بدي الحيطان، بنظف الحيطان، ادي السيلر بتاعي، ابدا ابص هل في تلقيطات ولا لا. امشي على الحيطه بعد السيلر، بدخل برضه ابص على الحيطان، بمشي باللمبه عايز تلقيطات زي ما انتم شايفين كده، بمشي باللمبه على الجنب كامل، ابدا اركز في الجنب، اشوف جنب محتاج تلقيطات، ابدا اعلم له اماكن يبدا يلقطها بعد السيلر. طب هو انت بعد ما اديت سيلر ولقطنا الاماكن اللي محتاجه تلقيطات، لقط بنبدا برضه نصنفر اللي احنا لقطناه ونعمل له سيلر برضه. تمام؟ يعني احنا بنلقط ونديله سيلر تاني عشان يقبل معانا الاماكن اللي دي اتلقطت بس. تمام. يعني بعد مرحله السيلر الاولانيه بندخل مرحله التلقيطات، نبدا نصنفر الاماكن دي تاني من اول وجديد، ونرجع نديها سيلر بس على الاماكن اللي احنا لقطناها بس فقط. وبعد كده ندي البلاستيك بتاعنا ايا كان نوع البلاستيك اللي شغالين بيه. بنبدا بقى ندي ندي الاول حاجه اسمها بطانه،
دي طبعا بتبقى على حسب، في حد بيحب يلونها نفس الدرجه بتاع الفينش النهائي، وفي حد بيحب يشتغل البطانه بلون ابيض. دي كل صناعي او كل مهندس له توصيفه معينه بيبدا يوصفها عليه. تمام؟ وبعد كده بنشتغل بلاستيك. طب احنا كده اتكلمنا ببند الدهانات بتاعنا في الحيطان. طب احنا ما اتكلمناش عن الاسود، لا اما جبس، لا اما كورنيشه، لا اما بلانكو، لا اما كيمازيت. فده انت بتشتغل عليه ازاي؟ هو لو جبس برضه اول حاجه بعملها لازم السيرر. اعزل اي ماده بعيد عن المعجون بالسيرر، بعمل سيرر وببص عليه اذا يعني احنا زي ما قلنا برضه ان السيلر هو بيربط ما بين اي ماتريالين هيدخلوا على بعض. تمام. زي مثلا احنا لو هنتكلم ايه لازمه الوزره في الارضيه، اللي في الوزره ديت انا عندي ماتيريال البلاط مثلا، او هنا انا عندي ماتيريال الباركيه، خشب الباركيه في الارضيه. طيب انا ده ماتيريال، والحيطه ماتيريال تاني، ماتيريال تاني، الحاره قصدي، او معجون او بلاستيك، فده ماتيريال وده ماتيريال، فلازم ادي الوزره دي لان دي بتفصل ما بين التو ماتيريال. الماتيريال دي اول حاجه لاستخدام الوزره. في برضه استخدام ليها تاني هنبقى نتكلم فيه بقى في ايه؟ في بند السيراميك. خلينا احنا دلوقتي في بند الدهانات. برضه ان السقف لازم يتشطب قبل الحيطان. حلو. بس انا مش عايزك تستعجل، احنا رايحين للبنود دي. تمام؟ احنا دلوقتي قلنا ان اول حاجه بنعملها في السقف برضه بنديله سيلر لازم. وبعد السيلر وشين معجون. تمام. وشين معجون، واحد طول واحد عرض. يعني احنا بنديله وش معجون طولي وبعدين وش معجون عرض. تمام. وبنصنفره بنديله برضه وش سيلر، وبعد كده لو في تلقيطات بنرجع نعملها نفس شغل الحيطان، نفس الشغل السقف. بس بيفضل ان احنا نشطب ايه الاول؟ السقف لازم يتشطب قبل الحيطان. ليه بقى؟ لان طبعا السقف بينزل حاجات كتير قوي، بينزل عفره، بينزل نقط على الحيط، فالحاجات دي كلها السقف لازم يخلص عشان الحيطان تبقى باينه قدامك، مفيش حاجه فوق منها هتبوظ لك اللي انت عملته. لان السقف معروف ان هو السقف العالي. حاجه من مرحله ان انا اشطب السقف قبل الحيطان. لو في سبوتات ولا حاجه بس انا بركب سبوتاتي وبركب اضاءاتي في الاسقف كلها. ما بشطب طبعا السقف دهانات، ابدا اشطب الكهرباء بتاعت السقف بتاعي، فتبدا تكشف لي لو انا عندي كمان مشاكل في الحيطان قبل ما اشطبها، فابدا اعالجها عن الاضاءه بقى الموجوده. لان طبعا دلوقتي الاضاءه عندي ضعيفه وانا بروح بستلم بلمبه، انما بعد كده هتبقى اضاءه السقف موجوده كامله، بس هتبقى الاضاءه بتاع الشقه اللي هي العاديه فاقدر استلم بيها كامله. طبعا تقدروا ان انتوا تتواصلوا معانا او تكتبوا لنا في الكومنتات. ما تنسوش بس تشتركوا في القناه وتعملوا